السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد. تعالي نعمل تورتة النهاردة من غير لا فرن ولا بيض ولا دقيق ولا اي حاجة من دي خالص. حاجات سهلة ومكونات بسيطة جدا، هتتفاجئي قوي لما تعرفيها. تعالي نشوف عملناها ازاي. هنجيب كوباية كريم شانتيه خام، عليها كوباية الا ربع سكر بودرة، وكوباية مية متلجة من الفريزر، وهنحط عليهم كمان كيس لبن بودرة عشان ندعم الطعم بتاعها. ولبن البودرة هنا ممكن اختياري، ممكن اصلا تعملي الكريم شانتيه باللبن العادي بس يكون لبن متلج. تاني نضربهم كويس قوي بقى لحد ما تتقل بالمضرب كده، لحد ما تبقى كريمة يعني تقيلة شوية. هتبتدي بقى ان انت تحطيها في التلاجة قبل ما تشتغلي بيها. انا قعدت اضرب فيها مدة كويسة علشان كل حاجة تدوب في بعضها. جهزت بقى هنا عندي فواكه مجففة بتتباع عند العطار، ودي شوكولات شيبس معروفة برضو بتتباع عند العطار بأسعار بسيطة خالص. وعندي كيس أوريو، كيس بسكوت سادة. عايزة تدخلي مثلا مكسرات، بندق، فول سوداني، اللي يعجبك خالص. هنا الاختيارات زي ما تحبي وحسب الإمكانيات عندك. سبتها تسقع شوية في التلاجة الكريمة بتاعتي، وهبتدي ان انا احط عليها البسكوت. هكسر الأوريو قيمة بس 3 وحدات كده، مش هطحنه، يعني هكسره بايديا بحيث يبقى زي ما انت شايفة كده قطعة كبيرة شوية، مش مطحون زي ما احنا متعودين في وصفات تانية البسكوت بيطحن. لا، هنا هنكسره قيمة بس ما يبقى مكسورة كده مثلا على 3 مرات ولا حاجة. وهكسر برضو البسكوت بتاع الشاي دوت اللي هو السادة، برضو زي ما انت شايفة بايديا، مش هطحنه في حاجة. وهكسره كده يبقى خشن، يبقى قطع، ما يبقاش اللي هو مطحون قوي. هبتدي بقى اعمل الكمية كلها اللي عندي. انا استهلكت هنا باكو بسكوت حوالي 150 جرام سادة، وباكو بسكوت اوريو الكبير. طبعا على حسب الكمية اللي انت تحبيها. طبعا انا عاملة هنا كوباية كريم شانتيه واحدة بس. هحط بقى شوية من الفواكه المجففة ديت، شوية شوكولات شيبس كده. ولو عايزة تزودي اي اضافات تانية براحتك خالص، بس تكون مناسبة، زي مثلا المكسرات او كذا. عايزة تعمليها بالفواكه مفيش مشكلة، حطي البسكوت برضو حطي معاه فواكه، عنب او تفاح زي ما تحبي، فاكهة الموسم يعني. وهنبتدي ان احنا نقلبهم في بعض، مش هكسر البسكويت قوي فيها، هو كده كده البسكوت هيتشرب من الكريمة. وهحطها عندي في صينية، قالب بقى زي ما انت تحبي شكلها ايه، بس حاطه فيه ورق استرتش الاول علشان لما اجي اقلبه يتقلب معايا بسهولة وما يبوظش شكل التورته بتاعتي. هبتدي ادلق الكمية كلها في الصينية بتاعتي. انا الصينية عندي صغيرة على شكل قلب مثلا، اعملي الاشكال اللي تحبيها والولاد يحبوها. هبتدي ان انا ادكها كده كويس بالمعلقة، ما اضغطش عليها جامد قوي برضو، بس بحيث ان انا اسويها واتاكد انها نزلت في الصينية كلها. الصينية انا حاطه لها ورق استرتش الاول، حطيها في الفريزر حوالي ساعة او ساعتين، وطلعيها بقى اقلبيها كده على الصينية، هتلاقيها اتقلبت بسرعة لانها هتبقى يعني تقريبا متجمدة سنة، لان سبناها مدة طويلة شوية في الفريزر حوالي ساعتين. شايفة الحلاوة بقى؟ نشيل بقى الورق الاسترتش كده، الله على جمالها. الولاد واقفين جنبي كل واحد عاوز يدوق حاجة كده شكلها جميل وتحفة. وكمان كنت حايشة حبة من كريم شانتيه، حطيت عليهم معلقة كاكاو خام عشان تبقى بالشكل الشوكولاتة دوت. تزويق من على الوش ده انتي براحتك خالص فيه، ده مجرد اقتراح. عايزة تسيبيها كده خالص برضو مفيش مشكلة. ممكن كمان بقى يعني نعليها شوية ونحط لها ايس كريم لو احنا عاملين ايس كريم في البيت. نحط لها كام بولة كده على الوش، تبقى تحفة جدا جدا. انا حطيت هنا دوائر شوكولاتة كانت موجودة عندي، بصراحة يعني الامكانيات كانت موجودة عندي في التلاجة، فعشان كده عملت الايه الشكل ده. عندي برضو شوية فواكه كده مجففة، شوية شوكولات شيبس على الوش، اي شكل تحبيه. الله على جمالها، اقتصادية وجميلة وترطب على قلبهم في الحر دوت. حاجة كده ما تكلفتش حاجة، ممكن تعمليها في عيد ميلاد الولاد كمان. ألف هنا وشفا، جربيها وقولي رأيك ايه في التعليقات. هقطع معاكي كمان حتة كده عشان نشوفها مع بعض. انا بصراحة كنت خايفة عليها شوية وانا بقطعها، لان لازم تتركن في التلاجة مدة كويسة عشان تتماسك. وادي قطعنا حتة مع بعض. يعني عايزة اقولك الولاد اكلوها كانوا مبسوطين جدا جدا. وحاجة كده ساقعة في الحر دوت، وشكلها حلو قوي من جوه كأنها كيكة بالظبط. هي
البسكوت عامل شكل جميل. يلا جربيها قوليلنا رأيك ايه. حاجة كده جميلة قوي، الولاد هيحبوها. الف هنا وشفا.